جيد. هذا الشيء نسألش بس سؤال بحكم انه يعني ما شاء الله انه الفنانين هوايه يتصلون الرجال. فكره انه دويتو، نعم. اكو هيك خطه ببالك؟ حاليا الفكرة مؤجلة. مؤجله، زين خلينا نقول امنيه هيك شيء، حكي ماكو يعني حكي بدون جمرك. مم. اذا كلوديا تتمنى انه هي تشتغل ويا احد، او تحس انه هذا الشخص ممكن اني وهو نسوي فد شيء، او بين فد كيمستري، بعدين ممكن مثلا تقولي لي اتمنى اشتغل ويا كاظم الساهر، وشرف انه لاقي نعم فنانه أكيد. سواء عراقيه او عربيه، ولكن الفكره انه منو اللي حاسه انه انت مثلا سواء من جيلك او اكبر اقل ممكن انه هو يكون وياك بدويتو، او امنيه هيك شيء خلينا نقول عسى ان تتحقق. إذا من الكبار و يعني هو عربيا وعراقيا طبعا، أكيد هو القيصر كاظم الساهر. هذه أمنية ممكن يعني ما تتحقق، لكن أنا الواحد مو خطأ إنه هو يتمنى. أكيد انا اتمنى اغني ويا كاظم الساهر. انا اتمنى اغني ويا كاظم الساهر. الكل يتمنى يغني ويا أكيد. كاظم الساهر. جيد، بس في أحد ما يتمنى؟ اي لا، ما بدي احكي على كاظم كقيمه فنيه، هذا نعم. كله معروف منه، ولكن شايفه مثلا انا اقول لك مثلا يقول لي عندك حلقه ويا فلان، نعم. اقول لك اوكي فنان ومن واجبي انه انا لازم يقعد بمقعد الضيف وهاي، بس عندك حلقه ويا كلوديا، احس انه لا انا كلوديا واحد فاهم الثاني وراح تطلع حلقتنا حلوه يعني. نعم. فويا من تحسين انه ممكن تكون انه العلاقه او احساسك حتى يكون ما قابلتيه اصلا. مقام أوكي. يعني في محمد حمائي. مصريا. نعم. ولو قلنا عراقيين؟ عراقيا ما فكرت بصراحة. عربيا ها رجعنا. لا مو رجعنا، لكن ما عربياً. فكرت يعني انه عراقيا انه اقدم ديو مع احد من ابناء جيلي. يعني ما شفت لحد الان انه احد انه انا اقدم وياه ديو. لكن يعني من مثلا خلينا نقول من الناس اللي على خطى السوبر ستارز، وبنفس الوقت انه انا احب اسمع له كثير، والسي دي مثلا يعني اسمع لكثير من الناس، كثير من النجوم. كاظم الساهر لحد الآن كل الأغاني مالته، طبعا عمرو دياب، كل الفنانين. لكن تقول لي كلوديا من أبناء جيلها ممكن تقدم ويا ديو وتفكر، مو أتمنى، أفكر طبعا محمد حمائي. خلينا نحكيها شويه بشكل شوي اكثر سلاسه. هل ممكن أن تكونين انت تحسبيها انه هذا الشخص شنو حجم اسمه، ممكن تقدمين ديو ويا واحد مغمور تمام، تامر حسني، وكان حنحكي على حفله قدمتوها سويه في الجامعه العربيه لاختيار سفراء الاطفال العرب، صحيح؟ فهو وحجم واحد بحجم تامر حسني غنى ويا شاب لاول مره يظهر، قدم له لحن، الولد ملحن فقال له راح اغني، وما نعرف هاي القصه. هل ممكن انت تحسين انه حساباتك كفنانه بعيدا عن الجمال وبعيدا عن الصوت وبعيدا عن النجاح وبعيدا عن عراقي كل الاعتبارات، انا مجرد حبيت هذا الشخص انه اقدم وياه او حتى اقدم له يد المعونه انه اطلع وياه، هل ممكن عندك كلوديا الانسانه عندها هذا الشيء؟ طبعا اكيد ده موجود. اذا لقيت من يحتاج هذا الموضوع وعنده الموهبة الكافية طبعا أكيد. لكن أنت من اختارت هذا الشخص، أنا أحس طبقات صوته يعني حلوة، وأني أسمع له مو لأنه أنا أقيس أنه هو ستارز أو هو نجم. يعني هو على مستوى الوطن العربي يكون معروف، لكن هو مو سوبر ستار. ممكن أقول لك مثل قيصر الأغنية العربية كاظم الساهرة، وأقول لك عمرو دياب. فأقول لك ليش مثلا ممكن أغني مع محمد حمائي؟ ليش؟ لأنه أنا أحس المود وطريقة الأغاني والروحية تشبهني كثير. جيد. طيب نحاول انه محمد حمائي يسمعنا ان شاء الله ونشوف. ما انا على فكره منك انت بالذات، ودا اقولها لكل العراقيين اللي يتابعونا، منها بالذات ما استغرب 2011 راح نسوي نفس القعده ونشوف منو مغني. ويا من هو فكره مستبعده، لكن اذا سالتني منو انه ممكن تفكرين ومتاح انه اغني وياه، هو اكيد محمد حمائي. يعني انا اتشرف وانا شخصيا احبه. حقول لك شغله ترى، يعني انت قلتي محمد حمائي وما راعيتي ابدا انه راغب علامه ممكن يزعل. افتهمتيني طبعا. انت قلت لي ابناء جيلك، يعني اكيد. نعم. انت قلت لي من ابناء، يعني من مثلا الناس اللي قريبه او اللي ابتدت على خطى النجوميه. شلون اسوي لك؟ تريد تحرجني، توقعني بمصيبه امي. انا قصدي كلش بريء، بس انت مفتهمتني، ومن حق كل المشاهدين يفتهمون شنو القصه. الحفل اللي تقدم ما حد يتوقع انه احكي انا وتحكين انت؟ لا تفضل انت تتكلم. انه احدى الحفلات كان يحييها الفنان السوبر او نقول الميجا ستار راغب علامه في القاهره، وكانت الفكره انه كلوديا راح تظهر
وطبعا كلوديا بالنسبه لي يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، بعدها هي بدايه حياتها الفنيه. وعلى الجانب الاخر واحد ميجا ستار، هم مو من السوبر ستارز، لا ميجا ستار، تاريخ راغب علامه صار من 30 سنه تقريبا يغني، يعني أكيد. رجل وامكانيه. فبالتالي لما هو يستدعيها للمسرح حتى هو اللي يقدمها، وحتى قلت لها انت كلوديا اكو علاقه بينكم عرفك او اكو فد شيء التقيتوا في مؤتمر حفله ندوه؟ لا ابدا ماكو هيك شيء. لا وهي هو كلوديا راح كانت تكمل لكم الحفلة الباقي شنو صار بالحفله. هي في حفلة كانت لكريسماس، وهي يعني من أكبر الحفلات اللي انعملت في مصر خلال هذه السنة، أو خلال يقولون خلال ال10 سنين اللي فاتت. نعم. فكان يحييها النجم السوبر ستار راغب علامة وأني. فأنا غنيت يعني الفقرة مالتي اللي هي 40 دقيقة وخلصت، يعني وبعديه هو راح يغني يختم الحفل، وهو يحيي الحفل يعني كاملة. فاللي يحيون الحفل نجوم أني وهو. فأنا خلصت فقرتي وهو حيبتدي بها مرة ثانية، يبتدي فقرته سوري. فطلع على الستيج، وأنا ابتدت الناس تريد تتصور وياي، يعني إنه أنا من الناس اللي الجمهور المصري عندي الحمد لله والشكر جمهوري موجود، وفي كثير كانت من الجالية العراقية. فمتواجدة أني في الحفل فأصور مع الناس وهذه، وابتديت إنه أنا ألبس الكوت حتى أمشي يعني. فتفاجأت وأنا أمشي، فقالوا لي سمعت قالوا لي راغب علامة سوبر ستار راغب علامة يريدك حالا على الستيج. طيب إزاي عايزني على الستيج؟ يعني أنا استغربت في شيء مو طبيعي. المهم فقال كلوديا حيوا معي الفنانة المطربة كلوديا، وأنا بديها هلا تطلع على الستيج. سمعته. فبين إذا أنا أريد ألف وأطلع باك ستيج وأطلع على الستيج من مثل ما طلعت أول مرة، لازم يعني أمشي تقريبا 3-4 يعني نص ساعة إلى 3/4 ساعة إلى 40 دقيقة حتى أطلع. فقال لي إيه رايحة وين بدك تروحي؟ حطوا الكرسي. حطوا لي كرسي وطلعت على الستيج مباشرة من الأرض للكرسي للستيج. وبدينا، فالناس يعني احتفلت بينا وبدأت يعني تصفق وحياتنا كثير بشكل. كلوديا راح نسمع يحنن، وراها راح نرجع نتفرج على صور حفلة كلوديا وراغب علامة، راغب علامة ويا كلوديا. عجبتوها للصور؟ الصور موجودة. راح نشوفها. بس نسمع يحنن، شو رايك؟ اكيد. يعني حنا الاغنية قلت لك هاي كل شيء حبها. خلاص ماشي يحنن.
we know.